السلام عليكم أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في قناتكم. بلغت نسبة الأشغال بميناء الداخلة الأطلسي الواقع بجهة الداخلة وادي الذهب جنوب المملكة المغربية. هذا المشروع يندرج ضمن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بالعيون سنة 2015 بمناسبة الذكرى 40 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، وهو بمثابة خارطة طريق ترتكز في مضمونها على استراتيجية النهوض بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وهكذا سيمكن بناء الميناء الجديد على الواجهة الأطلسية الداخلة الأطلسي الذي وصلت نسبة الأشغال فيه إلى 20%، ويرتقب أن تنتهي كليا سنة 2028. سيمكن من تحقيق تنمية جهوية عموما وتطوير قطاع الصيد البحري فضلا عن الأهداف الجيوستراتيجية. وفيما يخص الجانب التجاري للميناء، فإنه من المرتقب أن يضم أرصفة متعددة الاختصاصات بطول 600 متر وبعمق 16 متر هيدرو ومحطة نفط، رصيف مخصص للخدمات بطول 100 متر، أراضي مسطحة تصل مساحتها إلى 24.6 هكتار. أما فيما يتعلق بجانب الصيد البحري، فإنه من المنتظر إحداث أرصفة بطول 1650 متر بعمق 12 متر هيدرو، وأراضي مسطحة تصل مساحتها إلى 28.8 هكتار، علاوة على أرصفة مخصصة لإصلاح السفن، أرصفة بطول 200 متر وبعمق 12 متر هيدرو، ثم أراضي مسطحة مساحتها إلى 8.6 هكتار. وقد تم اختيار منطقة نتيرفت مسرحا لإقامة ميناء الداخلة الأطلسي، والتي تقع على بعد 40 كلم شمال مدينة الداخلة في الجماعة القروية العركوب. ويجسد ميناء الداخلة الأطلسي الذي يعتبر من الأوراش الهيكلية الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، التزام المغرب الراسخ تجاه عمقه الإفريقي وانخراطه القوي في الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع أشقائه في القارة. ويطمح هذا المشروع الاستراتيجي المتميز الذي يأتي لتعزيز البنيات التحتية في جهة الداخلة وادي الذهب إلى المواكبة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع إفريقيا، ليشكل بذلك دعامة رئيسية للاندماج والإشعاع القاري والدولي للمملكة. ويندرج هذا المشروع الضخم الذي كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعها أمام الملك محمد السادس في فبراير 2016 في إطار التعليمات الملكية التي أكد عليها في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السنوية 45 للمسيرة الخضراء. وستساهم هذه البنية التحتية المينائية من مستوى عال في مواكبة الدينامية التنموية والطفرة الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية عموما، وجهة الداخلة وادي الذهب على وجه الخصوص، في عدد من القطاعات الإنتاجية لا سيما الصيد البحري، بالنظر إلى أن لؤلؤة الجنوب تزخر بمؤهلات بحرية مهمة تمثل 65% من الثروات الوطنية القابلة للاستغلال، وباحتضانه لمنطقة صناعية ولوجستيكية ومنطقة لتعزيز الرواج والتبادل التجاري وأخرى خاصة بتثمين أنشطة الصيد البحري. يتطلع ميناء الداخلة الأطلسي إلى أن يشكل قطبا اقتصاديا قائما بذاته، إذ من المتوقع أن يستقبل الميناء سفنا تجارية كبرى وأخرى تختص بالصيد في أعالي البحار، مما سيعزز من مكانته كملتقى للخطوط الملاحية الدولية. ولهذا يرتقب أن يعمل هذا الورش الهيكلي المطل على الواجهة الأطلسية لجنوب المملكة على النهوض بجهة الداخلة وادي الذهب التي تعد بوابة لبلدان القارة الإفريقية ومركزا لجذب مستثمرين مغاربة وأجانب مهتمين بالتصدير إلى إفريقيا، لا سيما في إطار منطقة التبادل الحر القارية.
كما ينتظر أن يكون لهذه المنشأة المينائية وقع اجتماعي مهم على مستوى مدينة الداخلة وباقي مناطق الجهة، خاصة في مجال دعم قطاع التشغيل عبر إحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لمواكبة هذا النمو الاقتصادي المتنامي. وسيستفيد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي من بنيات تحتية موازية تتمثل على الخصوص في الطريق السريع الذي سيربط بين تزنيت والداخلة ومنها إلى الحدود المغربية، الموريتانية وباقي بلدان القارة الإفريقية، في سياق دعم توجه المملكة نحو تمتين سبل التعاون جنوب. كما سيستفيد هذا المشروع الهيكلي من أجواء التعبئة والانخراط والجاهزية التي أكد عليها ممثلو عدد من المصالح الخارجية بالجهة، مواكبة منهم لهذه الدعامة اللوجستيكية التي تنضاف إلى باقي المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار يشكل مشروع الميناء الأطلسي الذي يأتي في سياق منظومة من المشاريع الرامية إلى تأهيل جهة الداخلة وادي الذهب، إضافة نوعية فيما يخص تطوير أنشطة الصيد البحري وتقوية المبادلات التجارية لا سيما مع البلدان الإفريقية. وسيتم بالموازاة مع تشييد الميناء إطلاق أشغال تهيئة 3 مكونات أساسية في البنيات الاقتصادية. سيختص المكون الأول في تثمين موارد الصيد البحري، والثاني في إنشاء منطقة للتسريع الصناعي، فيما يهم المكون الثالث الأنشطة اللوجستية. كما سيحتضن ميناء الداخلة الأطلسي جزءاً خاصاً بأنشطة صناعة وإصلاح السفن، بالنظر إلى أهمية هذه الخدمة في صيانة هذه السفن والحفاظ عليها. وتم اعتماد تصميم قابل للتطوير والتوسعة لهذا المشروع، وسيتم إنجاز هذه المنشأة المينائية بالقرب من منطقة اقتصادية تقدر مساحتها 1650 هكتار لغرض تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة. وتقدر تكلفة إنجاز هذا الميناء بحوالي 12.5 مليارات درهم. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أعزائي المشاهدين. نتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم. لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا، والسلام عليكم.